انا ما كنتش بحب خلفة البنات. طب ايه اللي حصل دلوقتي؟ تعال اما اقولك. مساء الفل يا حلوين. في امثالنا الشعبيه الجميله بيقولك لما قالوا ده ولد اتشد ظهري واتسند، تحس انها خلفت طبابه. ايوه، الزق الولد على ظهرك هيتشد ظهرك على طول. ولما قالوا دي بنيه وقعت الحيطه عليا، يا رب يا رب سقطني بقى يا رب بقى. وتحس ان البنيه دي زلزال. الله، طب ما يمكن قصدهم على اغنيه محمد رشدي ما تبطل تمشي بحنيه لا يقوم زلزال. بس واضح ان الزلزال كان جامد حبتين. ولما حسوا بغباوه في المثل قالك لما قالوا دي بنيه قلت الحبيبه اهي جايه تغسل لي وتطبخ لي وتملالي القله ميه. خدامه يعني. بص ما تحاولش، كده كده هي مصيبه وحلت عليك. وبيقولك برضو اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. طب افرض وانا بكسر لها ضلع غلطت وكسرت ضلعين يطلع لها 48. يا نهار يحوس، ده انا كده هخاف منها، دي ممكن تاكلني. دي افلام وحوش وخيال علمي يا عم. زمان قبل ما اتجوز كنت بحب البنات، احب اتفرج عليهم، احب اتكلم معاهم، لكن ما كنتش بتمنى اخلف بنات. يعني احبهم لكن اكون ابوهم لا. شفت غباء اكتر من كده؟ وده مش عشان مش بحب البنات، لكن عشان كنت فاهم ان البنات مسؤوليه زياده وخوف وقلق وراحت فين وجت منين. ولما بنتي شرفت في الاول ما كنتش متفاعل معاها قوي، وكبرت شهور وابتدت تضحك لي، وكبرت شهور تاني وابتدت تلغيني، وبدل ما انا اللي لاعبها كانت هي اللي بتلاعبني. وكبرت كام سنه ولقيت الدنيا كلها بتتغير وبتحلو في عيني، واوقات الاقيها تقول لي كلام كانت امي الله يرحمها بتقوله لي، مع ان بنتي ما شافتهاش. لقيتها بتعرف اللي انا عايزه وبتجيبه لي مجرد ما افكر فيه. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى معقولة في جمال كده وحلاوة بالشكل ده. ولقيتني كل مادة بتعلق بيها زيادة. الله، دي تنفع مطلع اغنية. ما انا بقول كلام حلو اهو. انت عملت ايه يا هاني؟ انت غيرتيني ازاي كده؟ انا مش ساحرة؟ عايزة تحس ان انا ساحرة ازاي؟ بصراحة ساحرة. من كام يوم كده قريت قصة عجبتني. بيقولك زمان كان في راجل اتجوز وخلف 9 اولاد صبيان، وفي المرة العاشرة خلف بنت. والراجل ده كان زي ناس كتير ما بتحبش خلفة البنات، واول ما عرف ان المولودة بنت قال يا ليلي الاسود، يعني يا دي الليلة السوداء، هعمل ايه في المصيبة دي؟ الولاد هيبقوا رجالة وهيسندوني وينفعوني لما اكبر وابقى عجوز، لكن البنت دي هعمل بيها ايه؟ وعاش طول حياته يعامل بنته وحش، لحد ما جه واحد اتقدم لها والراجل فرح وقال خلاص هخلص منها. المهم البنت اتجوزت وراحت بيت جوزها، وعدت الايام واخينا كبر ومراته توفت وعياله كلهم اتجوزوا، والراجل بقى عجوز ونظره ضعيف وما بقاش يشوف كويس وعايش لوحده ومحدش بيهتم بيه، واولاده الرجاله مشغولين في بيوتهم واشغالهم. ومرض الراجل ومش لاقي حد جنبه. وفي يوم لقى واحده جاياله وجايباله اكل وعلاج، وقالت له ما تقلقش انا هجيلك اخدمك كل يوم، ولما عرفت انك تعبان سبت بيتي وعيالي وجيت عشان اخدمك. فقال لها انت مين يا بنتي؟ فقالت له انا الليل الاسود، انا بنتك يا بابا. الراجل حس بندم وقال ليت الليالي كلها سود ما دام الهنا بسود الليالي، لو الزمان بعمري يعود لاحبها اول وتاني. بنتي وحبيبتي وكل حاجه في الدنيا ليه. المهم لو انت مش عارف قيمة البنات اسمع يا سيدي. البنت هي الشقاوة وخفة الدم، هي اللي هتفتكر كل مناسباتك وهتحتفل بيها، هي اللي دايما وش الخير والرزق. البنت في البيت بتعمل طراوة، البيت من غيرها جاف وناشف. البنت ام بالفطرة، فتلاقيها ماشية في البيت توزع محبة وحنان واهتمام. البنت هي اللي هتسندك لما تكبر وتبقى عجوز. وبعدين البنت حبيبة ابوها معروفة يعني. بس خلي بالك اغلب البنات عاطفيين وعندهم خزان مشاعر كبير محتاج يتملي اهتمام وحب واحتواء، فمطلوب من حضرتك تملاه على قد ما تقدر، وساعتها محدش هيقدر يضحك عليها لا بكلام ولا بفلوس ولا اي حوارات. وده هيخليها لما تختار شريك حياتها هتختاره بعقل وبتوازن، مش هتندفع ولا تجري ورا كلمة حلوة ولا وعد كداب. لو ربنا ما رزقكش ببنت هتلاقيها في اختك او بنت حد من اخواتك، هتلاقيها في مرات ابنك او في اي بنت قريبة منك. اصل البنات بتهتم وبتأثر على كل اللي حواليها. في رجاله بترمي اللوم على الست في نوع المولود، ولما تقول له هي ذنبها ايه يا عم؟ مش تقولي في الاول ان البيت كان على ايدي الشمال وانا جاي على الشمال مش وانا جاي على اليمين؟ ايوان، غبي منه فيه. الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس الجنين وليست السيده. وبيحصل طلاق وانفصال ويتجوز تاني عليها عشان يجيب الولد. يعني على بختي وبختك يابا، عشمني بيه وغدر بيا، حببني فيه وسابني يابا. الست ملهاش علاقة بنوع المولود ولد ولا بنت، بالعكس المفروض السبب الاساسي عند الراجل. اللي عايز اقوله ان البنات نعمة في حياتنا، بس المهم يتربوا صح ويتعاملوا صح. البنات هم بناتنا واخواتنا وزوجاتنا وامهاتنا، ربنا يحافظ عليهم. البنات حنينين كلهن طيبين، ما تنساش بقى تشترك في القناة. همهم
خدمة بلدهم زيهم زي البنين. عشان تشوف الحلقات اللي جايه. بنت زي الولد ماهيش كمالة عدد، وابقى اتفرج على الحلقات اللي فاتت. في الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات. سلام. البنات ألطف